السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. رمضان راهو دخل، والميدة الجزائرية معروفة بالشوربة والبوراك والتمر، وخاصة الزلابية. ريحة الزلابية راهي في الشوارع والطوابير قدام المحلات، مشهد تعودنا عليه كل عام. بصح هذا العام راهو خرج تحذير مهم من منظمة حماية المستهلك بخصوص الاستهلاك المفرط للزلابية، وقالت باللي لازم نفيقوا شوية ونراجعوا طريقة استهلاكنا لهذه الحلوى. وش راهي القصة، وهل فعلا الزلابية تقدر تكون خطر صحي؟ خليونا نفهم الموضوع ببساطة. أولا، علاش الزلابية خطيرة كي نكثروا منها؟ الزلابية راهي كي تتقلى في زيت سخون، وكي تكون درجة الحرارة عالية تتكون مادة اسمها الأكريلاميد. هذه المادة الدراسات تقول باللي الإفراط فيها ماشي مليح للصحة على المدى البعيد. يعني المشكل ماشي في قطعة واحدة، المشكل كي تولي عادة يومية وبكميات كبيرة. ثانيا، السكر اللي هو العدو الصامت. الزلابية راهي مشبعة بالقطر ولا بالعسل ولا بالسيرو، والسكر المصنع كي ناكلوها السكر يطلع بسرعة كبيرة في الدم، والبنكرياس يخدم بجهد باش يفرز الأنسولين. نحسه بطاقة لحظية ومن بعد يهبط السكر ونحسه بالتعب. وهنا تبدأ الحلقة الخطيرة، ناكله باش نزيدو طاقة، يهبط السكر ونزيد ونرجعو ناكله، وهكذا يدخل الإنسان في دائرة مفرغة. ثالثا، تأثيرها على القلب والوزن. الزلابية راهي فيها دهون بزاف بسبب القلي، وفيها سعرات حرارية عالية جدا. قطعة صغيرة تقدر توصل أكثر من 200 300 سعرة حرارية. تخيل إذا كليتي ثلاثة ولا ربعة في نفس القعدة. هذا يسبب زيادة في الوزن ويرهق القلب ويرفع الكوليسترول ويشكل خطر أكبر لمرضى السكري والضغط، لا قدر الله. رابعا، أخطر حاجة في رمضان أنه رمضان فيه ساعات طويلة صيام، والجسم يكون محتاج تغذية متوازنة وصحية. كي نفطروا من بعد ناكلوا سكريات عالية، نعملوا صدمة للجسم. بدل ما نراجعوا الطاقة بطريقة صحية نضغطوا على أعضائنا. إذا الحل، منظمة حماية المستهلك ما قالتلكش ما تاكلوش زلابية، قالت لكم كولوا بالعقل. قطعة واحدة تكفي أو نصف قطعة من الأفضل. ما تكونش عادة يومية، وحاولوا تبدلوا أحيانا بفواكه صحية أكثر. اشربوا الماء مليح وتجنبوا الإفراط خاصة بعد صيام طويل. رمضان راهو شهر عبادة وماشي شهر تخزين دهون. شوفوا خويا ولا أختي، المشكل ماشي في الزلابية، المشكل في الكمية. حاجة واحدة نذوقوها بنية واعتدال تعيشنا فرحة، أما كي نكثروا تولي مضرة بلا ما نحسوا. صحتك راهي أمانة، ورمضان فرصة باش نصلحوا عاداتنا الغذائية، باش نزيدوا ندمروها. إذا وصلت لهنا دير اللايك وخلي تعليقك، وش رايك في الزلابية؟ تقدر تاكل غير قطعة واحدة أو نص ولا أكتر؟ وشارك الفيديو باش توصل التوعية لكل دار جزائرية. رمضانكم مبارك، وربي يحفظ صحتكم وصحة عائلتكم. في فيديو قادم إن شاء الله في حفظ الله ورعايته.